رقصة العروس للكاتب الأستاذ مؤمن محمد. وحيدة في غرفتها في منزلها، غريبة عن أهلها، هجرها الأحباب وغير الأحباب، هجرها قلبها وعقلها، فاستبدلت ملابسها برداء عرسها الأبيض، وراحت تتمايل أمام المرآة ذات اليمين وذات اليسار، ينساب جسدها مع انسياب الموسيقى، تتمايل كأغصان الشجر، تتلوى كالأسماك. الموسيقى تزداد تسارعا وتتسارع معها خطواتها، تنغلق أعينها فترى العالم بعيون الموسيقى على رحابها. مسرحها الكبير، الراقصات من حولها، الحشد كبير، هي تتمايل وتتحرك يمينا ويسارا، وحولها الراقصات بخطوات متناسقة منتظمة. أوركسترا كبير، أصوات الكمان وآلات النفخ تعلو، الدف تترامى نغماته بين صفوف الآلات، تترامى أطرافها مع ترامي الدف، وتعلو رقبتها وتنخفض مع ارتفاع الأصوات الأخرى. تتعالى الموسيقى وتتداخل فتجري أماما وخلفا مع التمايل العنيف والخطوات الجادة. يتطاير شعرها في الهواء مع قفزاتها، الجمهور مشدود مكتوم الأنفاس من روعة الأداء. تتسارع أكثر ويتسارع نبض قلبها، يتصبب جسدها الشبه عاري عرقا، تتساقط قطرات العرق مع تطاير شعرها، وتتطاير الأيدي والأرجل والجسد كله في اتجاهات مختلفة. تبدأ الموسيقى في التهدئة رويدا رويدا، وتتهادى معها حركتها، ويهدأ شعرها وتستكين أيديها، يتمايل خصرها بهدوء على صوت الدف الخافت، يخفت الدف أكثر فأكثر فأكثر، فتنحني العروس وتهبط أرضا فلا تحرك سوى أيديها. تهدأ الأيدي ويهدأ الدف، وتهدأ إضاءات المسرح شيئا فشيئا. ظلام منتقص قليلا، وصوت الناي الحزين يخيم على المسرح مع سكون أشباح الراقصات. يهدأ الناي ويسكن الجميع عدا جزء من أطراف العروس. تصمت الأطراف وتصمت الموسيقى، ويبدأ المشاهدين في التصفيق المدهش. وأثناء ذلك وفي وسط الظلام الدامس ومن بعيد يدق جرس التليفون ويرد الأنصر ماشين. وعلى الجانب الآخر، أيوة يا تيتا، كل سنة وانت طيبة بمناسبة عيد الأم. شكرا لك.